اوبا اوبا. بحب الصدر بالطحين وارك من غير طحين. صباح الفل عليكم. النهارده بقى جاي اقول لكم ازاي تعملوا فراخ مشويه على الفحم زي بتاعه المطاعم بالظبط واحلى، وممكن كمان تعملوها في الشوايه في الفرن لو مش عايزين تعملوها على الفحم. الفراخ المشويه على الفحم عشان تطلع زي بتاعه المطاعم بالظبط، انا عارف انت مهما عملتها في البيت بيطلع برده مش 100. هقول لك ليه. في 5 اسرار. المفاجاه بقى ان ال5 اسرار ولا سر منهم التتبيله، لان 5 اسرار دول لو عملتهم اي تتبيله هتعملها هتبقى حلوه. نبتدي باول سر، ده ممكن كتير ممكن يبقوا عارفينه، ان لازم الفراخ تبقى صغيره، يعني دي مثلا فرخه من كيلو لكيلو و200، ولازم تبقى بيضه مش بلدي، ولازم تبقى مجمده. تاني بقى سر معانا هو في التشفيه نفسها. دي بقى المصيبه الكبيره، كلنا بنفتح الفراخ للشوي غلط. تعالى بقى اوريك الطريقه الصح. هتمشي معايا باللي اقول لك عليه ده بالظبط. هتجيب الفرخه كده، ادي الجناحات بتاعتها. اول حاجه هتروح قلبها على جنبها، شايف الجناح ده في مفصل اهو. اول حاجه ركز معايا بالظبط، هتروح ماسك المفصل ده بايد كده وكده، وتروح جاي مبين العظمتين دول اهو. هتروح جاي بقى سايب اول مفصل راح لتاني مفصل، هتروح جاي هوب كسره ومبين العظمتين من هنا برضو كده اهو. تقوم جاي ماسك العظمتين زيهم من هنا، تروح ماسك العظمه لاففها هوب من غير ولا سكينه ولا اي حاجه، تطلع معاك. التانية نفس الكلام، تزقها هوب تطلع معاك. بص الجناح كده بقى مخلي. هتقولي عملت ايه الحركه دي؟ خليك فاكر بعد الشوي هفكرك انا ليه عملت الحركه دي. نفس الكلام هتعمله الناحيه التانية. دلوقتي ادي طلعنا العظمه اهو. هنمسك بقى الفرخه، هتخلي رجليها الناحيه التانية، شايف الفاصله اللي في النص دي من جنبها بالظبط، وهتروح هوب بعد كده تروح ايه معدي. هتيجي هنا العظمه دي خلاص فتحت معاك اهي. الخطوه اللي بعديها، شايف من هنا الوركين اهم والصدرين اهم، هتروح ماسك اسمها مفسخها، ماسك كده وكده، هتكسر عظامها خالص. الخطوه التانيه، شايف هنا الجلد اللي هنا ده بيبقى زفر عند الايه الزلموكه، بالسكينه تروح ماسكه كل الجلد ده اهو. نيجي بقى لاهم خطوه. دايما الفراخ عندنا في البيت بتطلع ايه؟ بص الصدر ده تخين، بيطلع مهما تبلته ما فيهوش طعم، تحس انت بتاكل لحمه ناشفه كده. هقول لك انا بقى السر في ايه. تروح مميلهم كده، شايف الفرخه دي اهي، هي اكنك ايه ده تحت بطها اهو. هتجيب السكينه وهتمشي هنا لحد ما تلاقي ايه، ركز في خطوه عشان دي اهم خطوه، تلاقي المفصل اهو باين. تاخد بالراحه، لو تعافيت يبقى انت ماشي غلط. حاول تعدي المفصل اهو. فين المفصل اهو اهو، من غير ما تكسر. عديت المفصل تروح ماشي واخد الصدر ده معاك كده، بص، وتروح جاي مدي تشريحه كده وتشريحه كده وتشريحه كده. شايف بقى الصدر بيعمل معاك ازاي اهو. تعالى الناحيه التانيه، وتروح جاي مدي تشريطه تشريطه تشريطه. الجناح بقى ده احنا خليناه، بقيته مش عايزينه اهو. وادي الناحيه التانيه الحته اللي نقلب بقى الفرخه كده، وركز برضو في الخطوه دي عشان مهمه جدا، دي اللي هتخلي مفيش اي دم في العظم. غالبا الدم اللي ما بيبقى في الفرخه اللي مشويه بيبقى فين؟ بيبقى في الورك. فهنعمل ايه؟ هتعمل كده حز، وهتروح واخد كده وماشي ببوز السكينه مع العظمه. خليك ايه، افضل ماشي مع العظمه، انت كده كشفت العظمه كلها. وهتروح ايه ماسك الدبوس وهتروح كسر المفصل. هتعمل ايه بقى لما تكسر المفصل؟ هتلاقي العظمه طلعت معاك كده، تروح جاي ماسكها كده وبظهر السكينه اديها خبطه واحده تطلع معاك. ليه؟ لان احنا عايزين العظمه اللي في الاخر دي تبقى ايه، الدبوس مخلي بس العظمه دي ماسكاه عشان في الشوايه تبقى ماسكه نفسها. نفس الكلام هنعمله الناحيه الثانيه. دي الجناحين مخلين، الصدر مفرود، هنا مفيش عظمه. تالت سر هو اللي هنغسل بيه الفرخه، وفي نفس الوقت هيبقى ده محلول النقع اللي بيخلي الفرخه من جوه كده جوسي، وبيخلي الملح واصل لحد كل حته في الفرخه. عباره عن 8 كوبايات ميه، يعني 2 لتر ميه، عشان انا بعمل لفرختين، فرختين كل فرخه من كيلو لكيلو 200.
اول حاجه 6 معالق ملح، نصهم سكر يعني 3 معالق، نص او ربع معلقه جنزبيل، 4 فصوص حبهان، ورقتين لورا، وربع كوبايه خل. هبتدي بقى اقلب الخليط كله لحد ما الملح والسكر يدوبوا. بعد ما الخليط كله داب هبتدي انزل فيه الفراخ بتاعتنا، وادعك بقى الحتت كده اللي فيها دم وكله، وهنسيبهم بقى في محلول النقع ده لمده ساعتين، وبعد كده هنرجع بقى عشان نتبلهم. عقبال بقى ما الفراخ تقعد في محلول النقع هوريكم التتبيله. في تتبيلات كتير قوي ممكن نعملها، بس جربوا التتبيله دي بالظبط زي ما هعملها هتدعوا لي. بصلتين حجم وسط، 4 أو 5 فصوص توم زي ما تحب، ورقتين لورا، معلقه ونص ملح ممسوحين، نص معلقه سكر، نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره كمون، كمون ما تستغربش، جرب بس للاخر واسمع كلامي. معلقه صغيره كامله فلفل اسود، معلقه صغيره كامله بابريكا مدخنه، نص معلقه صغيره شطه، 3 معالق خل، معلقه كبيره مليانه على اخرها صلصه، علبه زبادي كامله، ربع كوبايه ميه عشان نمشي الايه الخلاط. وادي يا جماعه بقى العظمه جاهزه، الريحه ما اقولكوش. ادي يا جماعه فات الساعتين، وبص بقى زي ما انتم شايفين محلول نقع ده سحري. بص بيخلي كل الدم والزفاره اللي كانت في الفراخ تنزل لوحدها من غير اي مجهود. بص بقى الميه شكلها. دلوقتي بقى هنصفي الميه دي ونغسل الفراخ نشطفها بالميه كويس قوي، وبعد كده هنتبلها. هنبتدي بس نوسع بايدينا كده تحت الجلد اهو كده خفيف، يعني مش عايزين ايه نهريها. التتبيله بقى ايه، نبتدي ندخل شويه كده شويه كده الجلد بتاع الصدر الناحيه التانيه، ايه غرق بقى ودلك بقى والعب. هتبل التانية بقى وهتقفل عليهم وهتسيبهم في التلاجة على الاقل 24 ساعه. دلوقتي يا جماعه فات 24 ساعه، جينا للسر الرابع في الفراخ المشويه، وهو انك لما تطلع التتبيله من التلاجة بتسيبها على الاقل ساعتين بدرجه حراره الغرفه، عشان الفراخ كلها من بره ومن جوه تاخد درجه حراره الغرفه، عشان لو حطيتها وهي من جوه ساقعه هتستوي من بره هتاخد شكل حلو، لكن من جوه هتبقى نيه. دلوقتي يا جماعه احنا ولعنا الفحم، وجا ميعاد السر الخامس والاخير، هو انك لازم بعد ما تولع الفحم تستناها لحد ما ايه زي ما بيقولوا كده لحد ما تنقى. يعني ايه ما يبقاش فيها نار؟ شايفين النار دي؟ لازم ما يبقاش فيه نار، تبقى حراره بس، عشان برضو ما تسويش الفراخ من بره ومن جوه تبقى نيه. ودلوقتي يا جماعه الفحم جاهز، وهوبا ننزل بالفراخ. ادي يا جماعه قلبنا اول وش اهو، شايفين بقى الجمال؟ نفسي كنتوا تشموا الريحه. نشوف بقى الناحيه التانيه برضو. اوبا اوبا اوبا. ودلوقتي يا جماعه الفراخ جاهزه، وطبعا فراخ مشويه يعني طحينه معروف على طول. تعالوا بقى بص الجمال. بص بقى يا جماعه الجمال. بص بقى اول حاجه، بص بقى الفرخه عشان الفتحه اللي قلنا لكم كلها فلات، حته واحده مش الصدر بقى، كان هيبقى الصدر ده عامل كده كبشه لحمه. هتتبل ازاي؟ عشان كده احنا جينا من هنا لو تفتكروا قصيناها وفتحناها كده، فبص بقت ايه فلات، حته فلات. بص رفيعه ازاي اهي. فاكرين بقى يا جماعه الجناح اللي قلت لكم في الاول هتعرفوا ليه اهو. بص اهو، بص دايما بقى الجناح بيحصل فيه بيبقى حلو ونفسك تاكله واخد طعم الشوي وجميل، بس ناشف تقعد بقى تشد. بص بقى اهو الجناح اهو. طبعا الصدر بص دايب. ضرب بقى طحينه كده، حب الصدر بالطحينه واركي من غير طحينه. تحفه تحفه، حاجه يا جماعه رهيبه. تعالى بقى اوريك الورك السينمائي ده اللي شلنا منه عظم. ايه بقى قصه شيل العظم؟ بص بقى دايما بيبقى فيه دم في الحتت دي من جوه. بص طبعا مفيش اصلا عظم عشان يبقى فيه دم. بص غير كده بقى شيل بقى العظمه اللي احنا سيبناها في الاخر اهي كده، وادي الورك اهو الدبوس اهو كله كامل اهو. عالميه يا جماعه، احنا مش جامدين في السمك بس، ده في عظمه. بص اعمل طب ده ايه ده يتعمل فيه ايه؟
بقيت عامل فيه ده، عامل فيه ده، عامل فيه كده. هستأذنكم بقى عشان عايز اعيش بقى ولغوصه. باي باي.